لك الله يا زمالك. طبعا يا جماعه دلوقتي لسه حالا بعد الساعه 12 من الليل ايه اللي حصل؟ مرتضى منصور خد رجالته وطلعوا فين؟ طلعوا على اتحاد الكوره عشان يسجلوا مين؟ الثلاث صفقات اللي هم جايبينهم. طبعا هم ايه؟ طبعا بغض النظر هم ساكتين شهر يناير كله وجايين في اخر يوم يسجلوا مين؟ منسي وبلحاج ومين؟ وشبانه. طب يا جماعه، فهم جم يأيدوهم في السيستم. من هنا لهنا لهنا الاتحاد الكرة قال له يا معلم لازم تسدد المديونات اللي عليك او تعمل جدولة للمديونيات وتدفع لنا ومش عارف ايه. وطبعا ايه التاني قال لك لا، طب ما ناخده شيكات ومش شيكات ومش عارف ايه. المهم هوب هوب حوارات في حوارات. طبعا مرتضى طبعا اكيد احنا من غير ما نقول، من غير ما احكي لكم ايه اللي حصل جوه، اكيد كل الناس اللي بتسمعني متوقعه ايه اللي حصل جوه في اتحاد الكوره. هوب راح اتحاد الكره عامل ايه يا معلم؟ راح منزل بيان قال لك يا جماعه باب القيد كان مفتوح من 1 يناير حتى 31 يناير وتم غلق باب القيد الساعه 12 بالليل، واتحاد الكره غير مسؤول تماما عن عدم قيد صفقات الزمالك لان الزمالك ما سددش المديونات اللي عليه. مع العلم ده اتحاد الكوره اللي بيقول في البيان بتاعه، مع العلم ان احنا بعتنا للزمالك قلنا له لازم تسدد المديونيات عشان نقدر نأيد لك لاعبتك. وبرضه قال مع العلم ان كل الفرق في الدوري جدولة المديونيات بتاعتها عشان وسددت منها اجزاء عشان نعرف ايه نعمل القيد. طبعا انتوا عارفين ان هو ايه ما اتقيدش القيد. يقوم عمك مرتضى منصور عامل ايه يا معلم؟ انا بحكي لكم ايه ملخص اللي حصل. مرتضى منصور طبعا طالع قال لك طبعا غبط في الناس كلها، وراح مرتضى منصور قال لك هناك تعنت من اتحاد الكره في عدم قيد الثلاثي. تمام، بقول لكم ايه، وطبعا كلمته المشهوره هناخد كارنيهات اللعيبه دي غصب عن اتحاد الكره. بصوا يا جماعه، انا هحكي لكم القصه كده بالراحه. بصوا، هو ايه اللي حصل؟ هو الراجل ساب نفسه للاخر، هو كده كده لا معاهم فلوس ولا اي حاجه طبعا، فراح ساب نفسه للاخر لحد قبل غلق باب القيد بساعه. واعتمد مرتضى منصور ان هو هيروح يعمل شويه الجعجعه بتوعه اللي هم بيعملهم دول، وهق وبق وتربق، فاهم؟ وخدوا بس سجلوا اللعيبه وان شاء الله بكره ربنا يسهلها وهجدول لكم المديونات ومش عارف ايه. طبعا عم مرتضى منصور اصلا هو اعتمد على كده لان هي دايما كانت بتمشي معاه كده، ولا انا غلطان؟ بطولة اللسان وقله الادب زي ما انتم فاهمين. طبعا هو بقى ايه، راح وافتكر ان الدنيا هتمشي معاه، ما يعرفش ان هو اصلا ما قدمش السبت عشان يلاقي الحد. بمعنى طبعا احنا بقينا مثلا ايه، سيبك من حوار ان هو طبعا من اول ما مسك رجع رئاسه نادي الزمالك وقعد يغلط في الخطيب ومجلسه، ماشي شويه بقى ايه. دلوقتي راح بقيله كام يوم كده راح ايه خبط في كلاتنبرج وسوق العلاقات مع مين؟ مع بريطانيا، والراجل في السفير وقال ان كلاتنبرج متجوز واحده. اوب شويه راح وزير الرياضه متدخل قال له يا عم، بيقول لي اتحاد الكوره ايه يا عم ده ازاي وكلاتنبرج ومشيتوه وفي هناك ازمه بقى. ما هو وشويه راح طالع قايل على لاعيبته حشاشين وبيجيبوا خمره ونسوان، فتوح وعبد الله جمعه. وطبعا ايه، والصحف اليونانيه والصحف الاسبانيه كما قلنا بعد كده جابت سيرته. شويه راح طالع مين بقى مخبط في ايه، امهات الاعلاميين، على شوبير، على ابراهيم فايق، وكلهم يطلعوا يردوا عليه فالدنيا هيجي عليه. فاتحاد الكوره طبعا لو كان عمل غير اللي هو عمله والبيان اللي هو نزله وسجل، كان سجل لعيبه الزمالك، كان اتحاد الكوره ده خلاص كده كان شكرا، كان انتهى. لان طبعا مش هيستحمل هجوم الرأي العام المصري كله عليه. فهمتوا قصدي؟ ده يمكن اصلا يا جماعه النشاط الكروي يتوقف في مصر اصلا كله. يعني اتحاد الكوره لو ما عملش البيان ده ولو كان سجل اللعيبه بتاعت الزمالك واحنا كلنا عارفين ان هو ما سددش المديونات اللي عليه، فطبعا اتحاد الكوره كان كده هيشيل الليله، هيشيل قبح. هيشيل قبح من مين بقى؟ هيشيل قبح بقى من الاعلاميين اللي اتشتموا، هيشيل قبح بقى من الناس اللي اتشتمت، هيشيل قبح بقى من الراي العام المصري. انتوا زايبين زي هو الراجل ده بيعمل اللي هو عايزه، ده راح الساعه 11 ونص قايل لعبته غصب عن اللي فاهم زي ما مرتضى بيقول. فراح اتحاد الكره اتقى شر الحوار ده وراح قال لك ايه، انا ماليش دعوه يا معلم، احنا الانديه كلها سجلت وبتاع. طبعا فانا بقول بص يا جماعه، انا عايز اقول والله العظيم، انا والله بص مش انا اهلاوي وانتوا عارفين ان انا اهلاوي، بس انا والله العظيم زعلان على الزملكاويه المحترمين اللي بيشجعوا كوره، لان انا بشوف في ناس كتير زملكاويه ما بتحبش الراجل ده. لان الزمالك يا جماعه قطب من اقطاب الكره المصريه، يعني دي ما فيهاش نقاش يا جماعه، دي ما فيهاش نقاش. كفايه ان بيتقال على الزمالك والاهلي ديربي، واحنا كاهلاويه بنقول يعني الزمالك احنا سابقينه بكتير، بس احنا بنقول لما بنلعب مع الزمالك احنا نبقى متحمسين وعايزين نلعب وعارفين ان هو ديربي، يعني ما بيطلعش نقول زيهم ان ده مش ماتش قمه زي ما الناس هزازين الرؤوس بتقول.
فانا والله العظيم زعلان على الزملكاويه المحترمين جدا اللي هم بيفهموا كوره وبيشجعوا كوره، ومش زعلان على هزازين الرؤوس والزملكاويه اللي بيأيدوا السباب الشتام اللعان. مش زعلان عليهم دول، مش زعلان، اقسم بالله العظيم مش زعلان عليهم. اشربوا يا اللي بتقولوا بحب الزمالك، انت لو بتحبوا الزمالك ما تجيبوش حد زي ده كده يغلط في امهات واعراض وما سابش. ده بيغلط فيكوا انتوا، لو اي حد بيعارضه بيغلط فيكوا انتوا، وسمعناكوا قبل كده 1000 مره. فاشربوه واشربوا. وسبحان الله العظيم يا معلم، اقسم بالله العظيم اللي بيحصل ده لان ربنا ما بينصرش. ده هي يا جماعه عزبه. طب انت مش متحمل الضغوطات ولا قادر تبقى تمشي يا عم، لكن يمشي ازاي؟ ده كنز. طيب الخلاصه ايه بقى؟ ان دلوقتي الزمالك الثلاث لعيبه اللي قاعد يهري وينكت فيهم وهنجيب لاعب واحسن من امام عاشور، كل ده فيكس راح في الهوا وما تأيدوش الثلاث لعيبه. على فكره يا جماعه، ده في حد بيقول لي ان في اتحاد الكوره دلوقتي، اتحاد الكوره جايب شرطه بره عشان المقر وحمايه المقر. ما طبعا هو مرتضى هيسكت؟ ده لسه، ده انا بص ده يمكن 5 دقايق كمان هيطلع. انا هسمع افتح دلوقتي قناه، افتحوا قناه الزمالك هتلاقي ما هو لازم يهبط في حاجه لازم بيهبط في حاجه. فوالله العظيم انا ما فرحان غير في هزازين الرؤوس واللي بيأيدوه. لكن والله الزملكاويه المحترمين يعني لكم الله، والله لكم الله. الخلاصه ان كده لا في قندوسي، ان هو اصلا ما كانش في قندوسي، كان كله هري واي كلام، ولا في امام عاشور ما هو مشي، ولا في شبانه ولا بلحاج ولا ناصر منسي، ولا في كل الهري ده ما فيش مين كمان بقى، ده ما فيش فيريرا. والكلام اللي طالع ان فيريرا دلوقتي هم بيتفاوضوا معاه، هم عايزين يرجعوه ليه اصلا؟ ان هو الراجل عايز فلوسه، الشرط الجزائي، فهو عايز فلوسه، ان هم مشوه، فقال له خلاص هنرجعه تاني. فقال له خلاص ماشي ايه، ففريرا رفض يرجع اصلا لان هو قال لهم ماشي انا هرجع تاني وهقلل المبلغ. فاكتشف الراجل ان الزمالك عليه مديونيات وحالته يعني تصعب على الكافر، فقال لك لا خلاص انا، وبعتوا له ناس وبتاع، قال لك انا هقلل المبلغ. والراجل لحد دلوقتي في مصر ومش راضي يمشي الا لما ياخد فلوسه. والله العظيم اقسم بالله العظيم والله العظيم ده عدل ربنا، والله العظيم عدل ربنا، مش اللي يحصل في الزمالك، عدل ربنا في الراجل ده ان هو يبان ان هو فاشل. اقسم بالله هو فاشل، واحنا كلنا عارفين ان هو فاشل.